يا مساء الفل عليكم، وايه الاخبار؟ انا اسلام ناجي، بورتريه فاشن فوتوغرافر، والنهارده فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن المودلز. ايه اهم حاجات لازم تاخدي بالك منها عشان تكوني موديل شاطره وتطلبي اكتر عدد ممكن من السيشنات. قبل ما نخش في اللي احنا هنتكلم فيه، اللي انا هقوله النهارده هو مجرد جايد لاينز، خطوط عريضه نمشي عليها، هتحسن من شغلك وهتحسن من شغلي وهتحسن من شغل الميك اب ارتست، وهيخلي تارجتك في الاخر ان انت تشتغلي اكتر او ان انت يكون الطلب عليكي اكتر هو اللي يتحقق. اول حاجه هتكلم عليها هي البشره. لازم يكون عندك ديلي سكين كير، روتين للبشره يومي. واهم حاجه انا بقترحها في روتين البشره العنايه بالبورز والمسام. كل ما كانت المسام بتاعتك واسعه، المسام بتاعتك مفتوحه، بتعمل حاجتين. اولهم ان هي بتاخد سايد افكتس كتير من الميك اب وبتاثر على بشرتك انت اكتر على اللونج تيرم، وكمان بتقلل من كواليتي الصوره بتاعتي، لان بحاول ان انا اقلل من المسام الواسعه ديت. فكل ما انا بقلل كل ما الصوره الكواليتي بتاعتها بتقل، فده بيخليني ان انا ما اطلبكيش تاني في السيشن بعد كده. رقم 2، الايد. لازم نكون مهتمين بالايد جدا. في كريمات للايد، الايد شكلها انسيابي، ما يكونش فيه اي زيادات في الايد مش معموله، ودوت مهم قوي لان الايد من الحاجات اللي بتظهر جدا في الصوره بتاعتي وكمان بتاخد العين. وبالكلام على الايد هنروح لتالت حاجه وهي الضوافر. الضوافر يا جماعه مهمه جدا. ما ينفعش باي شكل من الاشكال تيجي المانيكير بتاعك مقشر او حاطه لونه لون، او المانيكير بتاعك اللون بتاعه مطفي. الكلام دوت بياخد مني شغل كتير قوي في الايديت. وصدقيني لما بقول لك ان انت لما بتتعبيني في الايديت وحد بيجي يقترحك عليا، انا بقول لا، هي مش بروفيشنال، هي الكاتيجوري بتاعها كذا، او البادجت بتاعها او البيمنت بتاعها المفروض يكون كذا. فطول ما انت بتعملي التفاصيل البسيطه ديت الموضوع هيبقى راجع عليكي انت. رابع حاجه بقى هنتكلم عليها، وديت هتخلي الميك اب ارتست تحبك حب السنين، حواجبك. لازم تكوني مهتمه بحواجبك جدا. مفيش حاجه اسمها في شعر زياده حوالين الحواجب، ده رقم واحد. مفيش حاجه اسمها حواجب رفيعه، خلاص ده ما بقاش موجود دلوقتي. كل ما كنتي مهتمه بالحواجب بتاعتك، الشعر بتاعها موجود، الفراغات فيها قليله، كل ما بقى في فرايتي لوكات اكتر يتعمل عليكي، وبالتالي بقيتي تطلبي في اشكال سيشنات اكتر بكتير. وده هياخدنا لاخر حاجه هنتكلم عليها وهي شعر البشره. شعر البشره من اسوأ الحاجات اللي بيخليني احط الموديل في البلاك ليست. ما ينفعش باي شكل من الاشكال تيجي وفي اي شعر موجود في البشره بتاعتك، لان دوت بيخليني ابتدي اخد بيكسلز او شكل بشره مش موجود في بشرتك عشان اغطي الشعر دوت. وده بيقلل من كواليتي الشغل بتاعي اللي انا بكون دافع فيها فلوس كتير جدا عشان اوصل للجوده ديت. فانت بتخليني اقلل منها، فبالتالي مش ببقى حابب ان احنا نشتغل مع بعض. الحاجات اللي احنا قلناها ديت ارجو ان احنا نمشي عليها. ولو الفيديو عجبكم بقى يعني شير ولايك وكومنت، والسلام عليكم.